ما سوى ذلك من الأعياد التي يبتدعها الناس فلم يأذن الله بها، ولو كانت خيرا لسبقنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنتم تعلمون أن المشركين قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ونحن معاشر المؤمنين قاعدتنا على خلاف قاعدة المشركين، خالف المشركين، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعلم أن كل الخير هو ما سبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكن لهم عيد غير هذين العيدين، عيد عام غير هذين العيدين أو الجمعة وهي عيد الأسبوع. ودعوى بعض الناس أن اتخاذ يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا هو من محبته وتعظيمه باطل، إذ لا يمكن أن يكون هؤلاء أشد تعظيما ولا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هل يريدون ذلك؟ هل يدعونه؟ نحن نعلم قطعا أنهم ليسوا يساوونهم في الاتباع ولا في التضحية في سبيل دينه، فكيف يدعون أنهم أشد محبة له أو اتباعا له أو إجلالا له؟ هذا لا يمكن أن يتصور. ولذلك فيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير مقطوع به، نجزم قطعا بأنه كان يوم الاثنين، لما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، وهذا يقتضي سنية صيام يوم مولده لو عرفناه، فلما عرفنا أنه يوم الاثنين كان سنة، والصيام مناف للعيدية، فالعيد لا يحل صومه، فيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يسن صومه بنص الحديث الذي في صحيح مسلم، وهذا مناف للعيدية. الأمر الآخر أننا نجزم بأنه ولد في شهر ربيع الأول، هذا لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو الذي توفي فيه، لكن لا نجزم باليوم الذي ولد فيه منه، فلم يعرف الناس وقت مولده أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا ذلك إلا عند بعثته. لو كانوا يعرفون عند مولده أنه رسول الله لكتبوا ذلك اليوم وعرفوه، لكن لم يعرفوا أنه رسول الله إلا عند بعثته بعد أن بلغ 40 سنة. ولذلك فقد اختلف الصحابة في يوم مولده، فقد ورد عن عائشة أنه اليوم الثالث من شهر ربيع الأول، وورد عن علي أنه اليوم الثامن منه، وعن المقور بن مخرمة أنه اليوم 12 منه، واليوم 12 من ربيع الأول هو قطعا يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم موته ليس يوم فرح ولا سرور، فما أصيب المسلمون بمصيبة أعظم من موته صلى الله عليه وسلم. وأول من احتفل به أو جعله عيدا العبيديون الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمته، وأول من فعل ذلك منهم المعز الذي كان يدعي الألوهية، وقال فيه ابن هانئ الأندلسي ما شئت لا ما شاءت الأقدار فافعل فأنت الواحد القهار، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد من الحذر من الابتداع في مثل هذا النوع، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يمكن أن يكون أحد أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أكثر اتباعا له ولا محبة من أصحابه الذين شرفهم الله بصحبته واختارهم له، وهم أفضل الأمة وأولاها بالصواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. ولذلك لا يمكن أن يلحق أحد بهم ولا أن ينال بلاءهم بالإسلام ولا منزلتهم فيه، فما لم يعرف في زمانهم فلا خير فيه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وكذلك فإن الإمام مالك رحمه الله قال لقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا وقت نزول هذه الآية فلا يكون اليوم دينا، دين كمل.